اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فطاير حلوه جميله كده، لذيذه، تنفع معاكي فطار عشاء، حاجه في منتهى الجمال. يلا لايك وشير واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. شايفين الشكل؟ بصراحه بيتكلم عن نفسه، حاجه كده في منتهى الجمال، طريه جدا، عجينه قطنيه جدا جدا، ممكن تعتمديها معاكي في كل اي معجنات انت هتستخدميها او هتستعمليها بعد كده. شايفين الشكل؟ منتهى الجمال جدا ولذيذه جدا وطعمها حلو قوي. معايا بقى نجيب طبق فاضي او بوله فاضيه، نحط فيها كوبايتين اتنين من الحليب، حليب دافي ما يكونش سخن قوي او بارد. معايا معلقه من الخميره، معلقه من السكر، معلقه كبيره طبعا. ننزل عليهم كده، هنبوش السكر كده مع الخميره عشان نشوف بقى الخميره هتختمر معايا، يعني تساعد معايا في التخمير على طول. السكر يعني تحطي معلقه واحده، ما تكتريش عن كده. هنزل كمان ببيضه، بيضه درجه حراره المطبخ طبعا. معايا نص كوبايه من الزيت. هنقلب كده البيضه مع الزيت مع اللبن لحد ما البيضه بتاعتي تختفي معايا، او ما تبقى حاسه انها مش موجوده معاكي كده. تمام بقى. ننزل بقى معايا بالمكون التالت او الاخير بتاعي، اللي هو الدقيق، وعليهم رشه من الملح او نص معلقه صغيره من الملح. ده كل المكونات اللي انا حطيتها، يعني هكتب لكم كل المكونات اللي انا هحط يعني استعملها في العجينه في صندوق الوصف ان شاء الله. تبقوا تنزلوا معايا في تحت العنوان، هتلاقوا مكتوب المزيد، دوس عليه هتلاقي معاكي كل المقادير اللي انا استعملتها. كده تمام. هنعجن بقى العجينه بتاعتنا بالراحه كده، ونلف كده يعني نلت فيها كده كويس عشان تبقى العجينه معايا تربي فيها عرق وتبقى تمام كده. بعد ما عجنتها وخلصتها، مش هطول معاكم، انا عجنت معاكم معجنات كتير، مش هطول معاكم في دقيقه. رديت مسحه من الزيت من العجينه ومن في الطبق، وهسيبها كده حوالي ساعه في مكان دافي. يعني الجو دلوقتي برد، فاحنا هنحطها في مكان دافي علشان تختمر معايا على طول. هنجيب نديها رشه كده على الرخامه بتاعتنا، وهنقطع العجينه بتاعتنا كده يعني كور متوسطه، يعني قد حجم البيضه زي ما انتوا شايفين كده. وهنديها رشه كده من على الرخامه كده علشان نحط العجينه بتاعتنا ما تلزقش معاكي في الرخامه او في المكان اللي انت هترصها فيه. هنقطع ما شاء الله العجينه عملت معايا كميه حلوه جدا. المقادير بتاعه الدقيق، حوالي كده 5 كوبايات من الدقيق. وهكتب لكم زي ما قلت لكم المقادير كلها في صندوق الوصف عشان تعرفوا كل المقادير اللي انا استعملتها في العجينه. ممكن العجينه دي تستعملها في حاجات كتير، في بيتزا، فطاير تحطيها كده، تحشيها حشوات تانية مختلفة خلاف اللي انا هحشيها، يعني تعملي بيها معجنات كتيرة جدا وحاجات حلوة جدا. معايا الحشوة بتاعتي، اي نوع جبنة انت عايزة تستعمليه، لحوم، سبانخ. طبعا احنا في الموسم ده موجود السبانخ كتير، وطبعا ولادنا في اغلب الاوقات او في اغلب البيوت ما بيحبوش السبانخ، فانا بستعمل الحشوة اللي ولادها هياكلوها او اللي هما هيحبوها. ممكن تدخليها فيها في مع الجبنة السبانخ طبعا، بس لازم أن تكون يعني تعرضها للنار، لان السبانخ بيبقى فيها مية، او ممكن تصفيها كويس من المية. انا حطيت على الجبنة ديت انا مستعملاها جبنة، يعني كان عندي جبنة من بتاعة التلاجة، جبنة قريش، اي نوع جبنة. بس الجبنة القريش يعني بصراحة حسيت ان هي نشفت معايا كده من الفرن، يعني تفادي الجبنة القريش ممكن تحط اي نوع جبنة ما تكونش بتنشف معاكي في الفرن او بتنزل المية على طول، لان لو نزلت ميتها بتنشف معاكي على طول. حطيت على الجبنة حبة البركة، وشوية من البقدونس، ومعايا زعتر، فحطيت عليها يعني اداها ريحة حلوة جدا وطعمها كان مميز. هتفردي العجينة زي ما انت شفتيها كده بالنشابة، فردة كده بالطول، وبعدين تروحي حاطة الحشوة وتروحي لماها كده على بعضها، هتمسك معاكي كويس. اهم حاجة تثبتي عليها كويس عشان ما تفتحش معاكي وهي بتستوي في الفرن، ويبقى الشكل بتاعها مش كويس. زي ما انتوا شايفين كده هنحط الحشوة. ممكن تحطي بقى اي نوع حشوة انت زي ما انا قلت لكم، ممكن تعصجي لحمة وتحطيها، تبقى يعني تعملي العجينة دي بقى تبقى في غدا، ممكن معاكي في فطار وفي عشاء، يعني مناسبة معاكي في اي وقت. او انت طالعة رحلة وعايزة حاجة حلوة وسريعة برضو وتبقى طعمها كويس وتغذي ولادك، اعملي اي نوع من الحشوات دي. كده تمام. ممكن برضو تلفيها برضو تعملها بالشكل اللي انا هعمله معاكم ده، وتحطي فلفل وطماطم، تبقى برضو طعمها جميل وريحتها بتبقى جميلة جدا بالفلفل. ممكن تحطي زيتون، تبقى برضو حلوة.
يعني الحشوة او الحاجة اللي انت يعني عايزة تعمليها دي بقى طبعا الاضافات دي بتاعتكم انتم، ممكن تضيفوها والشكل اللي انتوا عايزينه ده على حسب الذوق بتاعك واللي يريحك. كده هنلم العجينة كده على بعضها عشان تبقى يعني متماسكة مع بعضها، والعجينة ما تفتحش معايا يبقى شكلها مش كويس. العجينة بجد جميلة جدا، طرية جدا، تحسيها ناعمة كده وحلوة، مش ناشفة ولا تحسيها ان هي طرية بتلزق قوي. عجينة ما شاء الله مظبوطة 100% وجميلة جدا. هنعمل الكمية كلها زي ما انا عملتها قدامكم كده بالشكل ده عشان ما اسرعش عليكم، يعني مطولش عليكم الفيديو ويبقى شكله مش ظريف او مش كويس. يعني هنسرع مع بعض اللي انا هعمله، او مش هتكلم كتير بقى عشان طبعا ما تضايقوش من الكلام الكتير، وتعملوا اللي انتوا اللي انا قلت لكم عليه او الشكل اللي انا قلت لكم عليه زي ما انتوا شايفين. هنلمها كده ونعملها مع بعض كده تمام. اهم حاجه يا حبايبي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. شايفين الشكل بصراحه بيتكلم عن نفسه، حاجه كده في منتهى الجمال. شايفين شكلها جميله جدا، وشكلها بصراحه يفتح النفس وتتاكل وهي نية. ممكن تعملي الشكل المثلث ده كان بصراحه جميل برضو، يعني ولادي برضو حبوها، شكلها كان جميل. نيجي بقى بعد ما خلصنا الكميه ما شاء الله عملت معايا كميه حلوه، نيجي بقى عايزين بقى نحط عليها بيضه، معايا صفار بيضه عليهم معلقتين من اللبن، هنقلبهم كده مع بعض مع رشه من الملح وفلفل اسمر وبفرشه كده، ونديها مسحه كده من الوش عشان ما تحطي بقى تزينيها بحبه البركه والسمسم تلزق معاكي ما تقعش من عليه. ممكن تسيبيها ساده زي ما انت عايزه، دي حاجه على حسب ذوقك وراحتك، انت ممكن تعمليها كده تمام كده بالشكل ده. هنعمل بقى الكميه كلها كده، وبعدين نرجع بقى نحط عليها ده سمسم وحبه البركه. انا كنت مقلبه يعني شويه كده السمسم على حبه البركه في وصفه قبل كده ففاض معايا، فانا احتفظت برضو بيهم كده في كيس وحطيتهم بقى بباب التلاجة. يعني كل ما بحتاج اي حاجه بلاقيها، ممكن تحتفظي بقى كده وتلاقيها. شايفين الشكل بقى ما شاء الله يعني عليها جميله جدا. معايا بقى كده في الفرن درجة حرارة 180، الفرن يعني اسخنه قبلها. شايفين بقى شكلها ما شاء الله، ما خدتش معايا ربع ساعة في الفرن، بس الفرن كان سخن يعني قوي بسخنه. شايفين العجينة قطنية وجميلة جدا، وطعمها كان ما شاء الله جميل مع الجبنة بقى والزعتر، بصراحة كان مخلي لها طعم جميل جدا والبقدونس حاجة كده ما شاء الله عظمة. والشكل بقى والفلفل بقى مع الطماطم معاه كان تحفة برضو. يعني ان انت حابه ان انت تعمليه فيها وتشكليها، ده على ذوقك انت وراحتك. والتسويه ما شاء الله الشكل والقعر بتاعها كان مستوي جميل، يعني ما شاء الله جميله. تعمليها في فطار في عشاء، ده على حسب ما انت حابه، او في طالعه رحله او اي مكان رايحه مسافره فيه ممكن تعملي فيه.